وزي ما انت شايف الفرق ما بين الموديلات دي ومش كبير زي الاوبيوس زي ما هو موجود في السوق في الوقت الحالي. بقوته في الايجنت والبرمجة وعلى اعلى مستوى حرفيا. كيمي او ميني ماكس 2.7 او كيمي 2.6. الفروقات كويسة. هو اوبيوس جامد صراحة، بس ده ما يخليناش ان احنا نتغاضى عن كيمي ان هو نقدر نعتمد عليه في الشغل، او عن ميني ماكس في الشغل. جاي النهارده اوفره لك بشكل مجاني جدا عن طريق نيفيديا. ودلوقتي هنشرح الطريقة. السلام عليكم. هنبدأ بقى بالطريقة ان شاء الله، وهي عن طريق نيفيديا بتوفر لنا الموديلات دي بشكل فري. موديلات موجودة اللي عند ميني ماكس، قصدي اللي عند نيفيديا. هي كيمي وكوين وكوين ايمج اديت. كل دي موديلات هنقدر ان احنا النهارده هناخد منها اي بي اي باذن الله، وندخلها عندنا في الفي اس كود الاي بي اي دي، ونقدر نتعامل معاها كايجنت ان شاء الله. اول حاجه هنروح على الموقع بتاع نيفيديا ونبدا ان احنا نختار الموديل اللي احنا عايزينه، وليكن كيمي 2.6، وندوس عليه. وهسيب لكم الموقع ده ان شاء الله في الديسكريبشن. انا مثلا دخلت على الموقع ده، فانا مسيف اللينك بتاعي هنا، وفعلا دخلني خلاص على كيمي 2.6. طبعا هيطلب منك انك تعمل لوج ان، ده مش هيكون موجود عندك. تعمل لوج ان، وبعد اللوج ان هيطلب منك فيريفاي، فتكتب الرقم تليفون بتاعك في الفيريفاي وتعمل فيريفاي خلاص للحساب بتاعك، عشان تقدر انك تعمل في كود فيما بعد، وتقدر تجيب الاي بي اي كي اللي انت عايزها. طبعا شركة نيفيديا موفر لك كل المودلز المجانية اللي بتوفر لك حلول، سواء كنت في وقت انت مش فيه ان معاك موديل قوي زي اوبيوس او شات جي بي تي او كودكس 5.5 او ايا كان. انا قادر ان انا اختار مثلا في الوقت الحالي واعلى موديل دلوقتي كيمي 2.6 او ميني ماكس برضه محترم جدا. لو اخترت ميني ماكس، بعد ما بختار الموديل بيبدأ ان يحمل كده. واقدر ان انا ادوس بقى فيو كود وبعمل جنريت اي بي اي كي. ومن الجنريت اي بي اي كي بقدر ان انا اخد الكي ده كده كوبي، وبعدين بروح على في اس كود وابحث على حاجه اسمها كلاين في الاكستنشن هنا. بحثت على كلاين، بس انا حابب ان انا اشتغل هنا من كيرو الايديتور. بحثت على كلاين عشان هنا انا اول مره اعمل فيه، فهدوس انستول. هستناه كده لما يتثبت، وبعدين بقى بعد ما اخدت الاي بي اي كي هنشوف دلوقتي هنركبه ازاي في كلاين عشان اقدر استخدمه كايجنت يعني. دلوقتي اتثبت عندي اهو، المفروض ان هو ينزل عندي هنا، فهشوف اهو نزل عندي خلاص هنا في الاكستنشنز. هدوس عليه هيبدأ معايا انه يفتح كده لأول مرة. بعد ما فتح معايا ببدأ بقى هيكون جايب لي كده 3 خيارات وقتهم. اختار اخر خيار اللي هو اسمه Open AI Compatible. وبعد كده ما بختار الخيار ده، بحط البيز يو ار ال بتاعي، والبيز يو ار ال من الانتجريشنز اللي انا باخدها هي دي الانتجريشن اهي. باخد ده البيز يو ار ال، باخده كوبي كده، وبعد كده بحطه هنا كنترول في. وبعدين باخد البيز يو ار ال انا كنت واخده اوريدي قبل كده اهو. وبعد كده بكتب اسم الموديل عندي هنا هو موديل ميني ماكس، باخده ده كوبي، كل ده كوبي كده، وبحطه هنا كده. وبعد كده بدوس دون. خلاص كده المفروض ان انا عملت لينك. هكتب له دلوقتي هلو، وادوس انتر. وبعد كده هحطه في السايد بار التاني، موف تو بانل، او جه هنا. طيب خلينا ارجعه تاني برايمري سايد بار. المفروض ان انا بعد كده بحطه في السايد بار، بس تقريبا مش موجود هنا في كيرو. طبعا كتبت له هلو، فالمفروض ان هو رد عليا. خلينا نشوف. في اول ريكويست بيأخر شوية عقبال ما بيفحص الاي بي اي كي بتاعك ومش عارف ايه وكده، بعد كده الموضوع بيكون سريع. وانا جربت هنا الموقع ده كان سريع شوية وكان كويس جدا مع كيمي، صراحة كان سريع لحد كبير يعني. اه دلوقتي رد اهو وزي الفل. خلاص الرد جاي من ميني ماكس، وتقدر تستخدمه خلاص بشكل مجاني، تعدل على البروجرامينج بتاعتك او على الفايلز بتاعتك كايجنت خلاص وزي الفل. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، واتمنى اكون فدتكم، والله يوفقكم يا رب.